كل اسف ان المحكمه الموقره لم ترى هذا الفيديو، ولكن لو المحكمه الموقره رأت هذا الفيديو والله قد تبيح قتل هذا المتهم او قتل هذا المجني عليه. انا في مقامي هذا لو حصل لي واقعه زي دي لامي وهي بتتسحل في الارض وبيتداس على وشها وانا متكتف، بيقتلوني جوه التوك توك وامي بيقتلوها تحت ومكتفني قدام عيني، والله لن يكفيني فيها عيلته كلها. اما تحصل واقعه زي دي يعرهم ويضربهم ويدوس على وشها بالجزم الثلاثه، المجني عليه الاول والمجني عليه الثاني وشقيقهم الثاني، يعملوا كده وقدامي وبيح فيها الطعن والله. ولذلك بعد ان قامت المجني عليها اللي هي والده المتهم الماسك واخوه الثاني بعرض هذا الفيديو على السيد ضابط المباحث وقالت له انا هنشر نشرت الفيديو، الدنيا اتقلبت على الفيديو ده، وبناء على هذا الامر قامت وزاره الداخليه وحضرات الرصد والمتابعه على طول، قلبت الدنيا في مديريه الامن، هتقول للظابط بتاع ازاي الواقعه دي تحصل عندك وتمشي الواقعه على هذه الشكل، ونزلوا على صفحه وزاره الداخليه معاون المباحث اتجننوا. انت تعملي فيا انا كده؟ مديريه الامن كلها تتقلب عليا وتخليني اعيد المحضر تاني وتاني عشان خاطرك؟ ماشي يا ماشي براحتك خالص. هنروح من بعض فين؟